ازيكم؟ الفيديو ده هيكون تقيل عليا، مش عشان الكلام، عشان عارفه الناس مش هتتقبل، بس انتوا خلوكوا ناس لذيذه بدل ما ادعي عليكم وان دعوتي مستجابه. انتوا احرار. المهم، الفيديو ده يطلع طويل موت. اسمعوا للاخر، اسمعوا بطريقه قله ادب وتفوتوا. سوري والله. آه فيديو النهارده عن طاعه الزوج. بص، اولا كده، ربنا عز وجل، مش هنهزر بقى، كلام جد. ربنا عز وجل لما جه نزل الإسلام ونزل بقى الأحكام الخاصة بالستات، قال للرسول: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. دي آية موجودة في القرآن، بحثوا عنها. يعني ايه؟ يعني هم كانوا بيستفتوا في أمور النساء، فربنا قال لهم إن ربنا هو الوحيد اللي يفتي في أمور النساء. عايزة احطها على قرتي كده وامشي فيها، علشان ربنا عليم وعارف ايه اللي هيحصل دلوقتي، وكل واحد عنده استوديو ولا اي حاجة ويطلع يتكلم، والستات وحجابها وشعرها ورموش عينيها، وسايبين الشق الاخر من المجتمع، بس مش هتكلم عنهم. بس المهم يعني عارف ان الناس اهواءها هتحكمها، وممكن تحكم بهواها مش بشرع ربنا. فقال ان ربنا هو بس اللي هيفتح. دخلت في الجد أوي. فقال ان ربنا هو اللي هيحكم في امور النساء. طيب، ده اول حاجة. تاني حاجة، احنا عندنا سورة كاملة اسمها النساء في القرآن، فيها اللي هي احكام الزواج الميراث اللي فيه لحد الآن رجالة بتاكل على اخواتها البنات الميراث. ربنا نزله في القرآن مفصل، يعني حتى لو حد ما يعرفش علم الميراث وقرأ سورة النساء وقرأ آية الميراث هيفهم هو ازاي اتوزع، لان هي كل حاجة مشروحة من نفسها، يعني ما فيش، مش محتاج حد يفهمك. فاهمين حاجة؟ اللي ربنا قاله عن النساء وعن الجواز موجود في القرآن، مش محتاجين اكتر من كده. اظن مش محتاجين اكتر من القرآن يتكلم. طيب، هل ربنا عز وجل ذكر في اي آية من آيات القرآن ان الزوجة تطيع زوجها، او ان ده حق طبيعي؟ لا. ذكرها امتى؟ في الحالة بس الناشز، اللي هي وان خفتم منهن نشوزا او اعراضا. انا هموت من الحر. فعظوهن واهجرهن في المضاجع واضربوهن معناها ايه؟ ان هما يهجروهم يعني يسيبوا البيت ويمشوا. ان مش عارفة ليه الناس متتكلمش عنها، بس لما حصل خلاف بين الرسول وبين زوجاته صح، ساب لهم البيت وقعد بعيد عنهم شهر، لحد ما ربنا نزل يعني صورة آية لنساء النبي، وقال لهم: لو انتوا عايزين ان الرسول يصرحكم صراحا جميلا، ولو مش عايزين تفضلوا مع الرسول وتطيعوا الله ورسوله. لا ضربهم، لا شتمهم، لا هنهم، لان دي مش اخلاق حد طبيعي. مش عشان ما ينفعش الفكرة دي، ما تنفعش. وما تنفعش انت تكون مستني حد يحللها لك، ما تنفعش، انت كده مش طبيعي. وانت ما ينفعش تقبل حد يضربك برضو، انت كده مش طبيعية. المهم، بعيدا عن كل وقتي، فراح وقعد بعيد عنهم شهر لان هما كانوا عايزين نفقة زيادة. وفي ناس بتقول لان السيدة صفية قالت سر الرسول كان قايله عنها. ففي اقوال كتير، بس مفيش اقوال خالص ان هو ضربهم وان هو بعد عن الخلاف اللي حصل بينهم خلاه يبعد عنهم شهر، قعد يعني في مكان بعيد عنه. الرجال قوامون على النساء بما انفقوا بعضهم على بعض، بما فضل بعضهم على بعض. سوري، هبقى احط الآيات صح. طيب، معنى قوامون ايه؟ برضو دي انا حاجة يعني ادركتها لوحدي من غير ما حد يفهمها لي. كنت مرة بقرأ سورة البقرة وبقرأ بالذات آية الكرسي، وجد عندي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فجاني فضول أعرف يعني ايه القيوم. فلقيتها مكتوبة في المصحف كده،
القيوم معناه اللي بيقوم بشؤون عباده، يعني ربنا بيعمل لنا شؤوننا، احنا قاعدين اهو ومدبر لنا الكون ده كله. طيب، وقرأت ساعتها برضو اللي هي في سورة النساء رجال قوامون على النساء، فلاحظت بقى ان القوامون والقيوم الكلمتين جايين من بعض، بس طبعا يعني الرجالة اكيد ربنا مش هيقول قيوم، لان دي حاجة بتختص بربنا واحد. فقوامون معناها ايه؟ جاية من من معنى اللي انا قرأته عن الله لا اله الا هو الحي القيوم، ان هو بيقوم بشؤون عباده، فمعناها ان الرجال بتقوم بشؤون الستات. واكتر دليل على كده ان ربنا قال وبما انفقوا. سهلة بسيطة، مش محتاجة كل الحوارات اللي الناس بتعملها عليها دي. وللرجال على لما ربنا قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. يعني مش عارفة الناس دي بتغفل عن الآية دي ليه بجد؟ ليه الناس ما بتاخدش بالها ان ربنا قال ان احنا لينا زي اللي علينا وللرجال علينا درجة، فالناس تقول الدرجة دي بقى ربنا فضل الرجال على الستات ورفعهم منزلة. تعبت. ده ربنا اسمه العادل، ما اسموش عادل. العادل ده ممكن انسان يبقى عادل، انما اسمه العدل. العدل عبارة عن ربنا، فازاي هيفضل حد على حد؟ هو اصلا في اول في اي سورة هتلاقوا اصلا سبحانك يا رب، بجد ربنا عليم بكل يعني من 1400 سنة هو عارف اللي هيحصل دلوقتي. ففي اول سورة النساء، انا جبت بقى المصحف عشان ما اقعدش يعني اتلخبط. يا ايها الناس اتقوا ربكم يعني خافوا من ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. شفتوا رقيبا دي؟ يعني ربنا رقيب بيشوف أفعالنا اللي بنفعلها دي. الناس اللي بتظلم واللي بتضرب واللي بياكل حق مراته وياكل حق اولاده، ايه بجد. مهم مش عايزة البتاع يبقى وعظ، عايزة يبقى ناس تفهم. المهم، خلقكم من نفس واحدة. اعتقد عبادة اي سنة عنصرية او ان اي حاجة تجاه الستات. موبايل عمال يقع. اي حاجة تجاه الستات، وما تقوليش ان مفيش راجل بيشوف الست ان هو اعلى من الستات. ما تقوليش عشان الايجو عند الرجاله ايجو مش طبيعي. بس خلاص، سيبكم من الموضوع ده. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، يعني ربنا فضل الرجاله في حاجات وفضل الستات في حاجات. انت تحمل وتولد ما بتعرفش، هي تقدر تشيل يعني اوزان وكده زي ما انت بتشيل؟ يعني في الاغلب لا. ممكن لو جبنا بقى ست سعودية مثلا ومتعودة على الشقة تقدر، انما ممكن ست عادية متقدرش. المهم، وفضل ان الرجالة هي اللي تنفق وبما انفقوا من اموالهم. مش جايبة كلام من عند المصحف اهو. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الصالحات لازم يطيعوا أزواجهم؟ ما قالش. لو كان عايز يقول كان هيقول يا جماعة اللي بيميز الإنسان عن الحيوان حريته وعقله وتفكيره وإرادته الحرة. الشرف اللي ربنا شرفنا بيه إن هو ادانا إرادة حرة. ما ينفعش أي حد ياخدها مننا، أي إنسان، مش كلام ستات بس، ما ينفعش أي حد ياخدها مننا علشان احنا هنقف قدام ربنا لوحدنا. انا هقف لوحدي وانت هتقف لوحدك وانت هتقف لوحدك. كل واحد هيقف لوحده، هيتحاسب على اللي بيعمله لوحده. هتيجي بقى تقول ربنا اصل هما اللي خلوني اعمل، وانت فين ارادتك؟ ما ربنا اداك اراده، انت سلبتها ليه؟ سمحت لان هي تتسلب ليه؟ فدي
ما ينفعش حد يفكر ان في انسان تاني قادر ان هو يسلب ارادتك منك، ارادتك الحرة، ارادتك او ارادتك او ارادتك الحرة ربنا كرمك فيها بيها، وانت تروح تهبها الانسان كده، او حد يسلبها منك باسم الدين بقى، باسم اي حاجة. طب ايه الفرق بين العبيد اللي بتوعوا سيدهم وبين حد تاني الزوجة بتاع زوجها؟ ايه الفرق؟ تقولي لا ما بتعمل كده بحب. مش كل الستات بيعملوا كده بحب، ده اولا. ثانيا ده مش حب. لو انت لو حد هيحب بس عشان حد بيطيعه وبيسمع كلامه فده مش حب. يعني اول ما يخالف رأيك انت مش هتحبه. it's not nice. يعني ربنا بيحبنا واحنا بنعصيه، فيجي انسان زيه زيك بيغلط زيه زيك ويحط نفسه في مقام لا انت لو عملتي كذا وخرجتي كذا ولبستي كذا مش على مزاجي فلا انت كده مش هحبك، ان شاء الله عنك ما حبتني هعملك ايه يعني؟ بجد صوت. الحمد لله يعني الحياة ما بتقفش على حد. ربنا خلقني حرة وهو بيحبني، فانا عايزه ايه اكتر من ربنا بيحبني وخلقني؟ الحمد لله يعني. وبيحبنا كلنا يعني، مش بيحبني انا بس، بيحبنا كلنا بجد، حتى واحنا بنغلط بيحبنا، لان هو مصدر الحب. انت لو ابنك غلط ولا جوزك غلط ولا انت مراتك غلطت مش هتحبهم؟ طبعا هتحبه لو انت سوي نفسيا يعني. بس فربنا بقى مصدر الحب كله، مش هيحبك لو غلطت؟ ان شاء الله. ربنا واسع مش ضيق، مش واقف لنا على الواحدة، مش واقف ند بند انت غلطت النهاردة فانا هكرهك، مفيش كده. هو حب مطلق بجد. المهم اه حافظات قانتات يعني مطاعات لله ورسوله. قنوت معناها قنوت، خشوع. قنوت يعني العبد كده متذلل قدام سيده، وما في السيد غير ربنا، زي يقولك بيقنط كده في الصلاة يعني، مطيع لله يعني. فاهمين مطيع لله اكيد يعني. إيه، حافظات للغيب يعني ما ينفعش الست تقول اسرار جوزها، ما ينفعش. ما ينفعش يا جماعه اسرار، مش تقولي اسرار حد اصلا ما بالك جوزك، انتوا واكلين شاربين نايمين مع بعض، فما ينفعش تقولي اسراره. لو هو خلاص بقى بيضربك والحالة بشعة، لا دي مش اسرار، انت عايزة تنفدي بجلدك يعني. بس في حاجة تانية عايزة اقولها وانا فاكراها، ان الرجالة برضو بتنشز. نشوز الراجل ان هو ما يصرفش على بيته، ما يصرفش على ولاده، مش عارفة ليه الرجالة، في رجالة لما بتطلق مراتاتها بتطلق عيالها معاهم. ازاي وممكن يكونوا مثلا عندهم 10 سنين، يعني انت عشت معاهم 10 سنين عشرة وفي الاخر ما تصرفش على ولادك؟ يا ربنا يعافينا يا رب ويهدي كل الناس والله. كنت هنسى حاجة مهمة جدا. انا كنت بقول ان ربنا قال وللرجال عليهن درجة. ايه بقى الدرجة؟ اللي هو ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. الدرجة دي ان هو بيصرف على البيت والست مش بتصرف على البيت، ففي واجب زيادة هو متكلف بيه وهي مش متكلفة بيه. وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهم. عن ايه تراض منهما وتشاور؟ يعني العلاقة لازم يكون فيها الاتنين يبقوا بيتشاوروا مع بعض، بيتحاوروا مع بعض، والاتنين يبقوا راضيين عن القرار. ما ينفعش حد يؤمر حد. لو كانت العلاقة فيها طاعة ما كانش ربنا قال وتشاور او تراضي. فبس ما عادش عدله، قولوا له رأيكم. وانا هبط في الفيديو ده بجد. وان شاء الله تتقبلوه يعني بصدر رحب. ما جبتش كلام من عندي او في كلام من عندي، بس هو المنطق بيتكلم كده، وانتوا احرار يعني اعملوا اللي انتوا تعملوه واللي انتوا معتقدينه. وباي، اشوفكم في الفيديو الجاي. متنسوش تعملوا سبسكرايب لايك وشير. باي.